الحسد لو دخل على أهل بيت مشاكلهم بتكتر، خصامهم بيطول جدا، وممكن كمان يوصل بيهم الأمر إن هم يقتلوا بعض لأتفه الأسباب. الفرق ما بين ما شاء الله واللهم بارك كبير جدا. ما شاء الله بتمنع الحسد عن الأشياء اللي بتخصنا إحنا، زي مثلا بيتنا، شغلنا، فلوسنا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. أما كلمات البركة ومشتقاتها زي مثلا اللهم بارك، الله يبارك لكم، الله يبارك فيك، بتمنع الحسد من عين الناس، وبعد كده بتمنع ان انا احسد حد على اي حاجة تانية. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة فإن العين حق. فالحسد قاتل بلا سكين، غالب بلا قوة، مؤذن بلا اقتراب، مؤلم بلا إمساك. فالحسد بيسرق السعادة، وبيؤلم الجسد، وبيؤذي الروح، وبيمرض الشخص الصحيح، وبيشل للأسف عقل الشخص الذكي. بيفرق ما بين الأحبة والأزواج، بيدمر بيوت، بيقتل إنسان. فناس كتير جدا بتبقى شايفاك من بره ممكن تبقى سعيد ومبسوط لمجرد بس ان انت بتدرس او بترتبط او بتلبس كويس او عندك اي حاجة مش عندهم، فبيتمنوا ان هم يزيلوا الحاجة دي من ايدك بأي طريقة، فبيضطروا ان هم يروحوا للصحراء او مشعوذين، وللأسف بيبقوا أوقات قريبين من الدايرة بتاعتك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فالرقية الشرعية مهمة جدا ان انت تحصن نفسك بيها. الأذكار ترقي برضو نفسك وأولادك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فاطمن دايما، مفيش عمل هيستمر ومفيش حسد هيستمر وربنا هيفسده، بس انت كده دايما حصن نفسك بالرقية. كان في مثال كنت انا حكيته قبل كده وقلت استشهد بيه، ان هو في اتنين داخلين المعركة، انت وفي حد تاني معاك داخلين معركة، داخلين حرب. في واحد لابس الفيست بتاعه الواقي من الرصاص، معاه الدرع، يعني محصن نفسه جدا جدا بحاجات ان هي تمنع ان هو يتأذي في المعركة. وواحد تاني داخل معاه نفس الأسلحة بس مش محصن نفسه، مش لابس الواقي او الفيست بتاع الرصاص، ما معهوش درع مثلا. فطبيعي جدا اللي داخل المعركة بدون وقاية او بدون درع، فاول حد هيتصاب، ويمكن اقل حاجة تصيبه ويقع يموت مكانه. انما اللي داخل محصن نفسه لابس الواقي بتاعه لابس الدرع، فده غالبا اصابته هتبقى خفيفه او ممكن ما يتصابش اصلا. ده الفرق ما بين اللي بيحصن نفسه وبيرقي نفسه وبين الشخص اللي هو ما بيهتمش اصلا بالحاجات دي وبيقول عليها خرافات.